وهوب اتكعبل في كام سطر كتبهم ابن واصل في كتابه مفرج الكروب، بيحكي عن اللي عمله صلاح الدين ومدير أعماله أراؤوش في سكان قصر الخلافة الفاطمي، اللي كان عددهم حسب اللي جه في معظم كتب التاريخ 18,000 واحد، ما بين أفراد العيلة الحاكمة والأشراف اللي هم يعني المفروض إنهم من نسل الرسول، والجواري والعبيد. حبس أفراد عيلته بعد ما عزل الرجالة عن الستات لغاية ما ماتوا. وبالنسبة للأشراف فاللي عمل منهم قلق قتله وخلص عليه في السكتم بكتم، واللي حط لسانه في بقه ورضي بقضاء الله وقدره عاش ومات متحددة إقامته. وفي موسوعة تاريخ أقباط مصر بلاقي قصقوصة جديدة من قصاقيس الصورة اللي الزمن هربدها. أراؤوش دراع صلاح الدين الشمال كنس كنوز قصر العاضد وباع جواري وعبيد قصر الخلافة بالكيلو في السوق، كأنهم بيحاولوا يمسحوا فكرة إن الفاطميين عدوا من هنا أصلا. هل الموضوع وقف عند كده؟ أتكعبل في اللي قاله المقريزي عن حرق مكتبة قصر الخلافة الفاطمية، طب ابن الهيثم، وفلك البتاني، وسحر الفارابي، ورقي الصوفية اللي بتقربك من ربك غصب عن أي مدى. ورقها جزء كبير منه اتباع بالكيلو على الرصيف، اتباع لأصحاب الحمامات عشان يستخدموه في تسخين المية، واتباع جزء تاني لبتوع الجزم عشان يتعمل مداس. والجوامع اتحولت لمعسكرات غسيل مخ أيوبي، الأذان اتغير، خطبة الجمعة لبست عمة جديدة، وبعد ما كانت بتبدأ بسم الله بقت بتبدأ باسم الناصر. طب والكنوز والفلوس يا برنس؟ فاكرين الوزير ابن بدر الدين الجمالي كان سايب ذهب وفضة بس قد ايه؟ 2 مليار دولار حد أدنى بقيمة فلوس النهاردة، ما بالك بالخليفة. لما جيت أعمل نفس اللي عملته وأنا بحاول أحصر اللي اتنهب من قصره، قيمة المال السايب بس كانت حوالي 6 مليار دولار، ده غير طبعا الأحجار الكريمة والمجوهرات التي لا تقدر بثمن. كل ده راح منه جزء في تجهيز الجيش الأيوبي اللي بيستعد لحربه ضد الصليبيين، والجزء الثاني اتوزع على أهل وعشيرة الناصر صلاح الدين. تخيل بقى معايا كده كل الحكايات والقتل والذبح والحرق والنهب ده اختصروا صناعية رد التاريخ على البارد في جملة خبيثة، وانتهت الدولة الفاطمية وبدأت الدولة الأيوبية.